السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا هتقولي الفيديو اتاخر ليه ومش عارف ايه. هقول لك كان ورايا امتحان. ما انت ما بتمتحنش لوحدك يعني، فاهم؟ انا خلص امتحانات بعدك اصلا. ما علينا. نخش بقى في ماده الكيمياء اللي عليك يوم الخميس دي، هتعمل فيها ايه؟ بص، خلينا متفقين في الاول. هتقولي بقى احفظ معادلات ولا ما احفظش؟ مبدئيا المعادلات اغلبها موجوده في ورقه المفاهيم. انا عارف ان ورقه المفاهيم فيها معادلات مكتوبه غلط. هتقولي ايه ده؟ ازاي مكتوبه غلط؟ هيسلم لك ورقه فيها التعديلات بتاعه ورقه المفاهيم، هيسلمها لك في اللجنه. في ممكن بقى لجنه تحصل فيها عبث ما يسلملكش الورقه اللي فيها التعديلات دي، انا ما اعرفش الصراحه، بس احنا كنا استلمنا ورقه فيها تعديلات عشان ورقه المفاهيم مكتوب فيها المعادلات غلط. تمام. وحوار يا جدعان البابل شيت، انا قلت لك كذا مره لو انت شخبطت والله بتتحسب، ورب الكعب والمصحف بتتحسب. الناس اللي بتخش تكتب ايه ده انا غيرت 5، هيتحسبوا ولا لا؟ اقول لك حاجه، مش هيتحسبوا. دي بقى بالنسبه للمعادلات. هتقول لي بقى ازاي لا مش عارف ايه ده المعادلات بتتحفظ مش. بقول لك ايه، اغلبيه المعادلات العضويه اصلا المفروض تكون فاهمها، لان المعادله لو قيسان هيجيبها لك بيوتان. لا مفيش منه، المعادله زي ما هي بتيجي. معادله الباب الثاني او الثالث بتيجي زي ما هي، فهي اصلا موجوده في ورقه المفاهيم، فمش هتاخد منك وقت. منهج الكيمياء كمنهج انت المفروض تذاكره نظري، يعني مش ضبط الحل هنا في الكيمياء هيظبطها لك زي الفيزياء، بغض النظر ان الفيزياء بتاعتكم جت نظري يعني، بس ما علينا. الحل الكتير هنا في الكيمياء مش هيظبطها خالص، لازم تكون معدي على النظري كله كلمه كلمه، ما بين السطور. الباب الثاني والثالث، لا الثالث والرابع تركز عليهم عشان فيهم فهم كتير وكده. تمام. هتقول لي بقى اراجع مع مين؟ سواء هتراجع لوحدك او تراجع مع كورس، لازم تعدي على المنهج كله. عندك بقى مستر خالد صقر ومستر محمد عبد الجواد. مستر محمد عبد الجواد قال لك النهارده هنزل الباب الاول والتحليل الوصفي، وبكره التحليل الكمي والعضويه كلها، بعده الباب الثالث وبعده الباب الثالث والرابع مع بعض، واخر يوم هيحل فيه. تمام. دي حاجات متقطعه كده. ليه؟ هتفيدك دلوقتي لما اقول لك مراجعه مستر خالد صقر. مستر خالد صقر قال لك انا هنزل النهارده، هو نزله اوريدي يعني بالفعل، فيديو 12 ساعه، 12 ساعه مراجع الشرح كله، شرح المنهج كله، باب اول ثاني ثالث رابع بالحل. تمام. حل يعني على كل باب. بكره بقى هيحل الكتاب بتاعه، بعده لا بكره النماذج الاسترشاديه هينزلها الساعه 2، بعده هيحل الكتاب بتاعه، اخر يوم هيطلع لايف الساعه 2. طبعا قال لك بقى مفاجآت ومش عارف ايه، انا واثق بقى ان هو يجيب مستر محمد صلاح او مستر محمود مجدي يعني وكده، يعني اللقطات اللي بتحصل. ما علينا. انت هتقول لي دلوقتي اسمع مين؟ هقول لك سواء كده او كده انا مش فارقه معايا، الاثنين هيشرحوا كويس وهيعدوا على النظر كويس قوي. هتقول لي مين احسن ممكن يظبط معايا المسائل؟ هقول لك مستر محمد عبد الجواد هيبقى احسن في حته المسائل دي شويه. وهنا النقطه حلوه لانه هينزل الباب الثاني منفرد، فاهم؟ يعني انت ممكن تسمعه مع خالد صقر، لو ما فهمتوش تروح مع مستر محمد عبد الجواد. ما تعملش حركه غبيه وتقوم سامع لي ده كله وده كله، لان كده انت مفيش وقت اللي انت اللي تذاكر، انت كده قاعد حرفيا بتسمع بس. جميل. ما حققتش اي استفاده. تمام. فانت ما تسمعش بس، هتسمع ده بس او ده بس. لو نقطه بس هي اللي وقعت منك في حوارات المسائل ممكن تلجا لمحمد عبد الجواد لو انت بتسمع مستر خالد صقر. تمام. تقول لي بقى لو انا مش مع ده او مع ده احل من ايه؟ والله اقول لك، يا ما فرقتش كتير يعني في حوارات الكيمياء. يعني مثلا ممكن كتاب الوفي يبقى صعب في الكيمياء شويه، سواء ما انت هتحل كتاب الامتحان، كتاب الايزو، كتاب اي حد، كتاب نيوتن، انا مش عارف نيوتن فيه، وفي كتاب مندليف، اي حاجه. يعني انا مستني عامه اللي هيجي يكتب لي في التعليقات كتاب ما حدش يعرفه غيره وهو الاستاذ بتاعه، ويقول لي الكتاب ده كويس ولا لا، وهو مقتنع ان انا هكون عارفه، السجل المدني واقف قدامك. ما علينا. تمام. فاي كتاب حل منه طول ما انت شايف ان هو مستواه حلو. يعني انت في كتب مثلا تفوق لو منزل كتب ليالي الامتحان، اللي هو كراسه التفوق، لو منزل الكيمياء هاتها لو انت عايز تحل يعني بره عن مستر خالد صقر او مستر محمد عبد الجواد. تمام. لو انت عايز تطبق بس، كده اهم حاجه تكون معدي على النظري كله. بقول لك في الاخر بقى امتحان الكيمياء جه سهل او صعب، ما هي مش فارقه. تمام. لو انت عرفت ان هو جه صعب مش هتعمل حاجه، ما انت المفروض تذاكر سواء صعب او سهل، فاهم؟ يعني مش لو عرفت ان هو سهل هتستهتر في الماده، كده انت هتذاكر وتعمل اللي عليك. جه صعب جه صعب، جه سهل جه سهل، فاعمل اللي عليك وفكك بقى ايه ده الامتحان هيجي صعب واو انا خايف. طب ما انت لما عرفت هيجي صعب ما انت هتذاكر برضه. خش ذاكر وما تشغلش بالك بالحوارات دي.